السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نبدأ في تحليل مباراة الجزائر والسعودية وأهم ما سوف يحدث في هذه المباراة. في مواجهة عربية منتظرة يدخل المنتخب الجزائري اختبارا قويا أمام نظيره السعودية في مباراة تجمع بين المتعة الفنية والطابع التنافسية. مباراة تأتي في توقيت مهم لكلا المنتخبين، حيث يسعى الأخضر لإظهار شخصيتهم القوية وتأكيد جاهزيتهم، بينما يدخل الأخضر السعودي كلاهما هم الخضر بطموح إثبات التطور الفني للمنتخب السعودي في السنوات الأخيرة. منذ البداية سرعة الجناحين بناء هجمات من العمق والأطراف، تنويع اللعب بين التمريرات القصيرة والانطلاقات المباشرة. اللاعبون البارزون: جناح سريع قادر على خلق فريق، وسط قوي في الافتكاك والتحكم في بإيقاع اللعب. دفاع يعتمد على القوة البدنية والتمركز. نقاط القوة: سرعة التحول من الدفاع للهجوم، مهارة اللاعبين في الثنائيات، التسديدات من خارج منطقة الجزاء. نقاط ضعف المنتخب الجزائري: بعد التسارع في إنهاء الهجمات، ترك مساحات عند التقدم للأمام، ما ظهور دفاع المنتخب الجزائري الضعيف أحيانا. المنتخب السعودي: تنظيم تكتيكي وانضباط دفاعي. السعودية تعتمد على تمريرات هادئة ومنظمة، دفاع منضبط، محاولة السيطرة على وسط الميدان، هجمات مرتدة سريعة. اللاعبون البارزون: جناحين يعتمد عليهم في السرعة، وسط قادر على الاحتكاك بالكرة، دفاع متماسك في الكرة المشتركة. بالنسبة لنقاط القوة: تمريرات دقيقة، لعب جماعي منظم، سرعة الهجمة في المرتدة. أما نقاط ضعف المنتخب السعودي: صعوبة مواجهة الضغط العالي، قلة الحلول في إقدام الكرة. سيناريو المباراة سوف يكون كالتالي: من المتوقع أن يبدأ المنتخب الجزائري المباراة بقوة، محاولا فرض الإيقاع العالي وإجبار الدفاع السعودي على التراجع. في المقابل سيعتمد المنتخب السعودي على إغلاق المساحات والرد عبر الهجمات الخاطفة أو الهجمات المرتدة. مع مرور الوقت قد تتحول المباراة إلى صراع في الوسط، حيث تظهر أهمية الافتكاك والتمرير السريع. إذا نجح المنتخب الجزائري في استغلال السرعة على الأطراف، قد يشكل خطورة كبيرة أمام السعودية، فستحاول ضرب العمق الجزائري بمرتدات سريعة تعتمد باعتمادها على التمركز الجيد. في النهاية تبقى هذه القمة العربية من المباريات التي لا تحسم بسهولة. كل منتخب يمتلك أسلحته الخاصة، والجماهير تنتظره مباراة ممتعة تجمع بين الفنيات والندية. هل سيكون التفوق لصالح القوة الهجومية الجزائرية أم للانضباط التكتيكي للمنتخب الجزائري مع هيرفي رونالدو؟ الجواب مع صافرة النهاية. لا تنسوا دعم هذا الفيديو بلايك والاشتراك في القناة. أما غدا سوف ننزل فيديو عن التشكيلتين المتوقعتين للأخضر السعودي ولمنتخب الخضر. السلام عليكم.